السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد امتى لحد امتى يا زمالك هنفضل في السيناريو ده وهتفضل تتعبنا وتعصبنا وتقهرنا كده؟ لحد امتى؟ انا عايز اعرف. طبعا اي زملكاوي قاعد بيتفرج على الماتش وعارف السيناريو اللي هيحصل، وعارف ان الزمالك طالما دافع ورجع ورا انه هيخش في جول والاهلي هيتعادل. مش فاهم الزمالك. انت نازل الماتش جاهز فنيا اكتر منه، جاهز بدنيا اكتر منه. انت اي نعم جاي من تعادل، لكن الاهلي جاي من اي نعم وجاي برضه من انتصار، لكن انت افضل منه وانت متصدر الدوري وانت اللي عندك الدافع الاقوى انك تكسبه، فلازم تكسب. اضغط، انت سجلت جول، طب تكمل وتضغط وتسجل التاني. طبعا الماتش بدأ الدقيقة 3، كرة من 2000 ما شاء الله عدى عليه، فضل يعدي وعطاها لعدي الدباغ، وكالعادة عدي الدباغ ما بيسجلش انفرادات، ضيعه عدي الدباغ ومشي الماتش. الدقيقة 9 انطلاقة من ناصر ماهر عدى وكله، واحنا عارفين طبعا مهارة ناصر ماهر انه في اللف بالكورة محدش يجي قصاده، وباللف بالكورة افضل لاعب في مصر باللف بالكورة. فعدى ناصر ماهر وعمل 1-2 ولا اروع مع ادم كايد، حطها جت جنب العرض، مش مشكلة. الدقيقة 26 عدي الدباغ وتحرك ولا اروع، وخطف الكرة من قدام ياسين مرعي ولبسه ضربة جزاء، ما شاء الله عليه تحركه جميل. وجات له الاصابة بعدها، يشوط يدخل عبد الله السعيد يشوط ضربة الجزاء، يصدها الشناوي، لكن مدافع الاهلي تقريبا كان ياسر ابراهيم اتقدم، فالحكم طبعا قراره صحيح تماما، قراره صحيح لا في خطأ ولا اي جدال. دخل حسام عبد المجيد شد ضربة جزاء ولا اروع سجلها. ليه يا زمالك انت ما استغلتش انك سجلت الهدف الاول؟ كمل على هذا المستوى، انت ضغط الاهلي وانت ماسك كرة على الاهلي. اي نعم الاهلي كان عامل عليك هجمات وكل حاجه، لكن انت سجلت الهدف الاول، فكمل عليه، اضغط عليه، استثمر الجول اللي انت جبته. ايه يا جدعان؟ لحد امتى يا زمالك كده؟ طيب لحد الشوط الاول خلص وبدات الشوط الثاني وبرضه الزمالك راجع. يا جدعان هاجموا، يا فيريرا هاجم، اضغط على الاهلي من قدام، مش هيعرف يلعب عليك كوره، لو ضغطت عليه مش هيعرف يلعب عليك كوره. برضه بتدافع، ال11 لعيب بتوعك بيدافعوا لحد ما الدقيقه 68 نزل الاسطوره. والله العظيم بعد الماتش ده لازم يستنى الاسطوره. ايه ده يا حسين الشحات؟ مش ايه ده يا حسين الشحات؟ حسين الشحات ايه؟ حسين رونالدينيو، حسين مارادونا. الدقيقه 68 ينزل حسين الشحات، اول لمسه ليه 1-2 مع محمد شريف، الجول الاول حسين الشحات. وطبعا خطأ بنتايك، لان بنتايك لما دخل حسين الشحات كان المفروض لما اتحرك من وراه يرجع معاه ويغطي عليه، لكن سجل حسين الشحات الهدف الاول. بعديها ب5 دقايق، 5 دقايق بس، كان محتاج حسين الشحات 5 دقايق لنثبت انه جدير انه يلعب احسن من طاهر، ولازم يلعب اساسي في الاهلي من الماتش اللي جايه. الدقيقه 75 خطأ نفس ضربة جزاء من نفس المكان بتاعت الزمالك، خطأ من بنتايك، سرقوا حسين الشحات، خطف الكرة من قبليه فشاط بطنه، ضربة جزاء مستحقة طبعا ما فيهاش اي كلام، ودخل شاطها تريزيجيه في نص الجول هدف. وبعد كده بقى فيريرا قعد يهاجم ونزل لي احمد شريف وعمرو ناصر وعبد الحميد معالي، كل ده ما فادش باي حاجه. ليه واحد زي عمرو ناصر ده ما يلعبش اساسي؟ عمرو ناصر ده ليه يقعد لحد الدقيقه لما ينزل الدقيقه 80؟ ليه عمرو ناصر ينزل الدقيقه 80 او الدقيقه 78؟ عمرو ناصر ده يا جدعان لازم يلعب اساسي. عدي الدباغ كفايه كده، كل جول اللي جابه عدي الدباغ جايب له جول بفخده، جول انفراد عادي، وجايب جول في المصري مع جول عادي. لازم عمرو ناصر يا جدعان يلعب اساسي، ما ينفعش عمرو ناصر يقعد تاني لاي مهاجم في الزمالك. عمرو ناصر لازم يلعب اساسي. وفضل من هنا والكره من هنا، وجات فرص طبعا للاهلي انه يكتر ويزود الغله، لكن الاهلي ما استثمرهاش. في كوره ديانج خطف الكوره، الزمالك لعيبه الزمالك بتعمل ايه؟ ديانج خد الكوره عدى من الاول والثاني والثالث ولعبها لعمر كمال. عمر كمال ده لان طبعا جاي من اصابه وما بيلعبش من الزمالك، عشان كده ضيع الكوره. لو جت لاي لاعب تاني جول، لو الكوره دي لو جت لعبد القادر، جت لحسين الشحات جول. وبعد كده الزمالك قاعد يهاجم. طب ليه ما هاجمتش من الاول؟ ليه ما ضغطتش على الاهلي من الاول؟ ليه ليه ما ضغطتش انت كده من الاول؟ كان والله الاهلي ما عارف يلعب عليك كوره،
ولا هيعرف يلعب هجمه ولا يعمل اي حاجه عليك، لانك انت ضغط. هو الاهلي اصلا جاي من مشاكل كبيره وازمات. يعني الاهلي نازل الماتش اصلا مرعوب منك، مرعوب منك. انت راجل متصدر الدوري، انت عندك الدافع الاقوى انك تكسبه، فهو انت اللي عندك الدوافع، انت لازم تكسب. في الاخر انا خلاص انتهى الماتش والزمالك خسر، ونفس السيناريو اللي كان اي زمالك كان متوقعه، واحنا غالبين 1-0 طبعا وللاسف. بس يعني هنعمل ايه؟ خلاص كده يعني مش عارف، او ده اتولدنا بنحب الزمالك ونفضل نشجع الزمالك ومعاه في الازمات وبس. يعني السلام عليكم.